مساء الخير، اهلا بيكم كلكم. انا بشوي جرجس، وكيل عقاري هنا في كاليفورنيا، وبشكركم جدا على وقتكم ان انتوا فضيتوا من يومكم 30 دقيقة وقت الويبينار اللي هنبقى موجودين فيه النهارده. والهدف من الويبينار ده باختصار ان احنا عايزين نساعد الناس تفهم معلومات اكتر عن البروجرام اللي كل الناس بتتكلم عنه دلوقتي، اللي اسمه دريم فور اول، مقدم من كال اتش اف اي. والبروجرام ده فعلا واحد من احلى البروجرامز بتاعت الاسكان اللي اتعملت ريسنتلي في كاليفورنيا، مش عايز اقول في امريكا كلها، بس بروجرام فعلا حلو قوي. لكن في الحقيقه خلال الفتره اللي فاتت لقيت في الكوميونتي عندنا في مجموعه افكار مغلوطه كتيره قوي ومعلومات غلط بتنتشر ما بين الناس. فحسيت ان هو مهم قوي ان احنا نعمل ويبينار زي اللي احنا موجودين فيه النهارده، علشان نشرح كل التفاصيل بتاعته ونشيل اي لبس موجود عند الناس، وكل المعلومات الغلط اللي موجوده نبقى بنوضحها. فانا مبسوط قوي النهارده ان مش انا اللي هتكلم عن التفاصيل بتاعت الويبينار ده، لكن هيبقى معايا حد موثوق جدا فيه، وحد هو عارف هو بيعمل ايه. هو الشخص اللي هيبقى موجود معانا النهارده هو مش بس لون اوفيسر ولا هو ليندر، هو كمان سي بي اي، فهو متخصص في موضوع الضرايب، وهو ام بي اي هولدر، فهو حتى عنده البيزنس سايد مش بس الفاينانشال سايد. فانا مبسوط جدا النهارده ان يكون معايا تامر ابراهيم من تي اتش ام مورجج. ثانك يو سو ماتش تامر ان انت موجود معانا النهارده، ونتمنى كده ان خلال ال 30 دقيقه اللي هنقعدها مع بعض نقدر نجاوب على كل الاسئله اللي موجوده عند الناس. احنا خلال الفتره اللي فاتت جات لي اسئله كتيره جدا، واكيد انت كمان جات لك اسئله كتيره بخصوص البروجرام ده، فاحنا مجمعينها كده كلها مع بعض. وهستأذنكم اي حد عنده اي سؤال يخليه لغايه الاخر، احنا هنحاول ان احنا نجاوب على كل الاسئله. ولو لقيت ان انت لسه مازال عندك سؤال ما تجاوبش عليه، ممكن تبعته لي او تبعته لتامر، واحنا ده مش هيبقى اخر ويبينار احنا هنعمله. احنا ان شاء الله في الفتره الجايه هنعمل كذا حاجه مشابهه لكده علشان نرد على كل اسئلتكم. خلينا بقى نبدا بسرعه كده دلوقتي. تامر، المايك معاك. Thank you يا بشوي للانترودكشن الجميله ديت. انا بشكر كل الناس اللي حضرت الويبينار دوت او بتحضر. انا تامر ابراهيم، انا مورجج لندر هنا، مورجج بروكر من 2015. دي تاني او ثالث سنه تقريبا بشترك في البروجرام ده بتاع Cal Have a Dream for All. One of my lucky clients last year got it. So انا I hope ان انتوا حد منكم او اكتر من حد تجي له برضه يكسب في اللوتري ديت السنه دي. انا عايز الاول ابتدي اقول لكم هنعمل الويبينار ده ازاي. اول 15 20 دقيقه هنتكلم على الاوفر فيو بتاع البروجرام دوت، بيشتغل ازاي، مين كواليفايد ليه، مين مش كواليفايد، والبروسيس بتاعته بتاخد وقت قد ايه، ونتكلم في سام ديتيلز. انا متهيألي في خلال البرزنتيشن ديت هنكون جاوبنا اتليست على نص الاسئله اللي عندكم. طبعا في اسئله هنجاوب عليها في اخر 10 15 minutes اللي احنا we didn't cover في البرزنتيشن ديت. فانا هبتدي دلوقتي I'm gonna share البرزنتيشن السلايدز وهنتكلم عليها بالتفصيل. لو انتوا شايفين بشوي، انت شايف عندك البرزنتيشن؟ طيب جميل خالص. اوكي، احنا خلينا نبتدي بالبرزنتيشن من الاول خالص. يعني ايه دريم فور اول ديت؟ لان الناس في بعض الناس عارفه معلومات عنها من اصحاب من السوشيال ميديا، من other real estate agents، من other lenders، وفي ناس لسه ما تعرفش عنها كتير، او في ناس عارفه معلومات مش مظبوطه قوي. فخليني الاول اشرح البروجرام واقول لكم some highlights ليه، وبعد كده نتكلم في التفاصيل. طيب البروجرام دوت ده sponsored by the state of California، الHUD اللي هو Housing Urban Development، which basically معمول للناس اللي هم بيشتروا البيت لاول مره، ناس هم they need down payment assistance، فالستيت بتديهم 20% للداون بيمنت up to $150,000. طبعا انت to qualify ليها لازم to meet شروط معينه، في شروط معينه to be considered first time home buyer. هنتكلم في الكلام ده بالتفصيل في السلايدز اللي جايه. في ناس كتيره سالت، طيب انا افرض هشتري بيت ب$1 مليون، ال 20% بتاعتي $200,000، ينفع اخدها؟ لا، انت 20,000 20% او 150,000، الرقم الصغير هو ده اللي هتاخده من الستيت.
وانت ممكن on top of the down payment assistance 20% ممكن تضيف 5% زياده down payment من معاك. فما ينفعش واحد يقول انا معايا طب $500,000 عايز احطهم عشان المورجج بتاعي يقل، ما ينفعش. لازم ال 20% وبالكثير 5% تحطها. that's a max, that's a limit. كويس. ال 20% ديت انت ممكن تستعملها للداون بيمنت بس، او ممكن تستعملها للداون بيمنت والكلوزنج كوست. كويس. انت مش مطالب انك تدفع اي حاجه من ال 20%، مش هتعمل بيمنت على 20% دوت دلوقتي خالص. هي الستيت طبعا هتطلب منك الفلوس دي تاني، هتطلب ترجعها وفوقيها كمان 20% من الابريشيشن، بس مش دلوقتي خالص، ده لما تيجي تبيع البيت او بعد ما تعمل اكتر من 1 ريفاينانس. هنتكلم في الكلام ده بالتفصيل. هل يا بشوي جات لك اسئله على الجزئيه ديت، على المين هايلايتس بالبروجرام دوت؟ يس. ناس كتيرة كانت متلخبطة في موضوع ال 150,000 ديت، فاكراها اتس فورجيفبل وان هي مش هترجع الفلوس دي تاني خالص. وناس تانية كانت بتقول ان لو انت قعدت في البيت ده مدة 30 سنة، في الحالة دي انت مش محتاج ان انت ترجع الفلوس ديت. فهل الكلام ده مظبوط ولا غلط؟ طيب، هو اول حاجه نو، دي مش جيفت او جرانت، ده بيعتبروه لون، والستيت بتحط اللين على البيت بقيمه الفلوس دي السكند لين. وانت مطلوب منك ترجعه، وترجع عليه كمان جزء زياده لما بيحصل حاجه من الحاجات اللي هنقولها بعدين، اللي هي تبيع البيت او تعمل اكتر من ريفاينانس. موضوع لو قعدت في البيت 30 سنه او 50 سنه او 20 سنه، اللي احنا نعرفه as of today من لحد النهارده، لا ما فيش حاجه في البروجرام بتقول لو قعدت 30 سنه او 20 سنه خلاص هنسامحك في البيت دوت. هل جايز الكلام ده يتغير؟ جايز. بس لحد النهارده ما فيش حاجه بتقول الموضوع ده، ما فيش فاكتس يعني على الويب سايت بتاع كال هاف ا دريم فور اول او الجايد لاينز بتاعتهم بتقول الكلام ده. هي برضو في نقطة تانية، إن خلال 30 سنة يعني غالبا في كاليفورنيا ما حدش بيبقى قاعد في نفس البيت بتاعه لمدة 30 سنة. يا إما أنت الأسرة عندك كبرت أو صغرت، أو أنت محتاج تريلوكيت لمدينة تانية، أو ظروفك اختلفت. فحتى لو يعني بعد الفترة دي طلع إن الفلوس دي ممكن تروح، هو فكرة 30 سنة دي فترة طويلة قوي إن أنت تبقى قاعد في بيت واحد يعني. مظبوط. هو متهيألي اللي عملوا البروجرام ده فاهمين الكلام ده كويس. الافريج هنا في كاليفورنيا ما حدش بيعيش متهيألي في البيت اكتر، الافريج اغلب الناس يعني من 8 ل 12 سنه. فهو at some point الناس عايزه تروح مكان تاني، تبيع، تشتري، عشان كده هم عارفين هياخدوا فلوسهم يعني it's not a gift للاسف يعني، فلازم الفلوس هترجع. تمام. طيب نروح على next slide دلوقتي. طيب مين who qualifies؟ دلوقتي في ناس كتيرة ابتدت تجوين هنا، وكل واحد بيقول احنا do we qualify، ينفع نقدم او ما ينفعش نقدم. في حاجات بسيطة خالص لازم تكون عارفها. اول حاجة البروجرام ده لفيرست تايم هوم بايرز، يعني بمعنى انت ما اشتريتش بيوت قبل كده. طيب في ناس كتيرة السؤال ده جه كتير قوي، والسنتين اللي فاتوا وجه السنة دي. طب انا كان عندي بيت من 10 سنين وبعته، قعدت فيه 5 سنين وبعته من 5 سنين. Can I still apply? Yes. حتى لو انت كان عندك بيت من 10 سنين ومش اول مره تشتري، بس هنا في كاليفورنيا الفيرست تايم هوم بايرز الديفينيشن بتاعها ما يكونش انت اسمك على تايتل، او تايتل بتاع البيت، او على النوت مورجج نوت اخر 3 سنين. لو عدى عليك 3 سنين it's okay, we can treat you as first time home buyer. لازم برضو تكون انت first generation home buyer. يعني ايه first generation home buyer؟ يعني انت اول واحد في عيلتك بتشتري البيت، يعني والدك ووالدتك ما اشتروش بيت قبلك. في ناس برضو بتسأل كتير في الجزئية دي، طب انا والدي ووالدتي في ستيت تانية بعيد خالص، في مثلا في الايست كوست وعندهم بيت، انا عايش في كاليفورنيا واشتري في كاليفورنيا، can I still be first generation home buyer based on definition بتاع كال هاف او دريم فور اول؟ لا. لو اهلك اشتروا بيت قبلك انت you're not first generation home buyer, you're not، حتى لو هم اشتروا بيت في حتة تانية. فدي برضو حاجة لازم تحطوها في حسابكم وانتوا بتقدموا. ثالث حاجة، لازم تعيش في البيت ده as البيت الأساسي بتاعك your primary residence، بمعنى ما ينفعش تشتري البيت ده وتأجره. كويس؟ طيب في ناس طبعا قالوا طيب احنا هنشتريه ونعيش فيه 3 شهور ونأجره. لا ما ينفعش، لأن هنا البرايمري ريزيدنس وانت بتمضي ورق البيت بيبقى فيه حاجة اسمها occupancy
زي سيرتيفيكيشن او انت يكونفيرم اللي انت اتليست هتعيش في البيت ده ال 12 شهر الجايين لمده 12 شهر اتليست. ما عندكش اي نيه تبيع البيت او تاجره او تعمل حاجه. هل في خلال 12 شهر ظروف الناس ما بتتغيرش؟ ساعات بتتغير، تحصل ظروف بيتنقلوا بيروحوا مكان تاني، دي طبعا دي اكسبشنز، لكن مش الطبيعي الناس تشتري از برايمري ريزيدنس وتروح تاجره بعد كده بعد few months. طيب لو انا معلش عندي سؤال هنا، لو انا قعدت في البيت ده لفتره سنه ونص وبعد كده حصل لي حاجات مختلفه في شغلي ومحتاج ان انا اغير البيت، فهبيع البيت، ففي الحاله ديت انا هدفع ايه؟ هل برضه هدفع ال 150,000 اللي خدتها من الحكومه ولا ايه؟ يس، اما تبيع البيت في اي وقت بعد سنه بعد 10 بعد 20 هتدفع الفلوس ديت، بلس لو البيت حصل له ابريشيشن هتدفع 20% من الابريشيشن. خلينا اديك مثل الموضوع ده. انت اشتريت بيت النهارده ب $600,000 كويس، وده باي ذا واي ذس يير، يعني الكام شهر الجايين دول احسن وقت probably لازم تشتري فيه بيت، لان الانترست ريت هتنزل الفتره اللي جايه من السكند هاف this year ونكست year the year after، فكل ما الانترست ريت بتنزل كل ما اسعار البيت بتعلى، فغالبا احسن وقت ممكن تشتري فيه الفتره الكام شهر الجايين دولت. اشتريت بيت ب 600,000 next year وصل ثمنه ل $700,000 وجيت تبيعه. طب انت لما خدت البيت ب 600,000 كال هاف ادولك 20% من 600,000، يعني ادولك $120,000 وانت عملت في البيت $100,000 appreciation، فانت المفروض هتراجع لكال هاف لما تبيع البيت هياخدوا فلوسهم، هياخدوا ال $120,000 اللي ادوها لك النهارده بلس هياخدوا 20% من $100,000 الابريشيشن دوت اللي هي $20,000 on top of the 120. فانت كال هاف اديتك 120,000 بترجع لهم 140,000. not a bad business. حاجه مش وحشه يعني ليهم. لو قيمه البيت نزلت مع الوقت بعد سنه حصل اي، لا بياخدوا فلوسهم، بياخدوا وانت بعت البيت وقيمه البيت نزلت، ودي حاجه مش كومن قوي في كاليفورنيا يعني، لا بتديهم ال 20% اللي خدتها دي عليك. اوكي هتدفعها بس طبعا ما فيش ابريشيشن. تمام جميل. طيب في حاجه برضو one of the requirements هنا لازم تكون at least one borrower على البيت يكون California residents. California residents basically اللي انت تكون عندك California ID او عندك driver's license في كاليفورنيا، والمفروض الدي ام في بتقول residency you must be in California 12 months. دي الرولز بتاعت الدي ام في عشان treat you as a California resident. كويس. في حاجه هنتكلم فيها بالتفصيل اللي هي الانكم ليميتس. كويس، بس خليني قبل ما نروح الانكم ليميت نقول مين فيرست جنريشن هوم باير. الاجين انت اول واحد في الهاوس هولد عندك اشترى بيت، البيرنتس بتوعك ما اشتروش، والدك والدتك ما اشتروش قبلك. كويس. طبعا في دوكيومنتيشن بتطلب to support or proof اللي انت first generation. طيب دلوقتي this is حلوه السلايد دي كويسه، لان في ناس كتيره بتقول ايه، طيب انا كويس ال 20% دي اخدها هشتري بيها مالتي فاميلي، يعني اشتري بيها دوبلكس اور تريبلكس اور 4 يونتس وهعيش في واحده واجر 3 او منها اكون عشت في البيت از برايمري ريزيدنس وفي الجزء الثاني اجرته وكسبت فلوس. للاسف ما ينفعش. البيوت اللي كال هاف ا دريم فور اول allow is single family home او كوندو تاون هاوس او مانيفاكتشرد هوم، بس المانيفاكتشرد هوم ده لازم يكون على permanent foundation، يعني متاسس على الارض. بشوي ده راجل بشوي ريل استيت ايجنت، هيز also architect designer وكان مهندس معماري فتره طويله، فهو يقدر يفيدكم في الموضوع ده. بس في manufactured home ممكن تحركها من مدينه لمدينه، يعني تبقى قاعد النهارده في هانينغتون بيتش تزهق بعد 6 شهور تروح مثلا تسحبه بعربيه تروح مثلا لوس انجلوس كاونتي، ده اسمه موبل هوم. نو ده ما ينفعش، ما doesn't qualify. لازم لو manufactured home لازم يكون على attached للفاونديشن على الارض، ما يتحركش، ما يمشيش، يعني ما تصحاش الصبح تلاقي في نفسك في سيتي ثانيه. كويس. طبعا في جايد لاينز للموضوع دوت لما بنجو ثرو ذا بري ابروفال، ولما يجي لنا certain properties بنقول لكم الجايد لاينز البيت ده بيميت الجايد لاينز ولا لا. بشوي تحب تضيف حاجه او في اسئله جات لك في الجزئيه ديت؟
هو كان في ناس بتحاول تعمل موضوع الهاوس هاكينج اللي هو بيشتري المالتي فاميلي اللي هو up to 4 units لان دي still considered as personal not commercial، وكانوا بيبقى فاكرين ان هو ممكن يعيش في واحده ويأجر الباقي. بس كويس ان انت وضحت لنا ان ده مش هيبقى eligible، بالاضافه ان اصلا يعني ما فيش مالتي فاميلي هيبقى سعرها وزن الليميت المسموح بيه في البروجرام ده، فكويس ان احنا وضحنا برضو النقطه ديت. طيب هو موضوع الليميت ده مهم قوي، لان في ناس كتيره بتقول لي طب انا عايز اخد ال 20,000 وانا الانكم بتاعي كويس يسمح لي اشتري بيت ب 2 مليون دولار. انا راجل بعمل فلوس كتير قوي 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 وممكن عايز اشتري بيت ب 2 مليون دولار. هو المشكله بسيطه خالص، حتى لو انت هيدوك ال 20% هيبص على الانكم ليميت بتاعك. كل كاونتي ليها انكم ليميت، وده على السكرين دلوقتي قصاد حضراتكم، ممكن تشوفوا الانكم ليميتس. يعني مثلا لو انت بتشتري بيت في اورنج كاونتي ما ينفعش يبقى الانكم توتال انكم الجروس انكم بيفور تاكسز اند ديدكشنز ما ينفعش يزيد عن 216,000 دولار في السنه. لو في سان دييغو 207، لو في ريفر سايد او سان برناردينو ما يزيدش عن 164. ناس كثيره بتسال طيب هو الانكم ده بتاعي بس ولا بتاعي انا ومراتي او بتاعي انا ومراتي وابني او بنتي؟ هو it depends كم واحد على اللون. احنا بنبص على الانكم للناس اللي على اللون. فانت لو انت راجل ومراتك على اللون واخدينكم الانكم بتاعكم انتوا الاثنين ما يزيدش عن الليميتس الموجوده على السكرين ديت. 168 في LA، 216 في اورنج كاونتي، and San Diego 207، Riverside and San Bernardino 164. كويس؟ دي هيجي فيها اسئله كتير قوي، وكل واحد في الميتنج دلوقتي او على الويبينار يبقى عنده كيس مختلف عن الثاني. فدي غالبا لما بنعمل بري ابروفل بنجاوب a lot of details. بس يعني one of the questions I'm sure جات لك يا بشوي كتير. واحد السنه اللي فاتت الانكم بتاعه كان عالي قوي، عدى الانكم ليميتس كويس لك في اورنج كاونتي، بس كان بيعمل 250,000 دولار لان كان عنده كوميشن عاليه قوي، كان عنده اوفر تايم عالي قوي، كان خد بونص كبيره قوي. بس هو السنه دي مش متوقع ياخد الحاجات ديت. لا، في الحاله دي مش هنقدر نديله 250,000 كلهم، بدل الانكم اللي خده زياده. It's not expected to continue this year next year بنسلاش الانكم. they might be qualified. ممكن السنه اللي فاتت يكون الانكم بتاعهم يعدي الليميت، بس السنه دي اقل من الليميت، they still can be qualified. فمن الواحد كل واحد هيبقى غير الثاني. فدي هنادرس. انا طبعا احنا عندنا الوقت قليل شويه، فمش عايز اتكلم على حاله كل واحد لان مش هيبقى فيه وقت. بس في البري ابروفال بروسيس هنجاوب على الاسئله دي كلها on case by case basis. طب انا عندي سؤال هنا العكس. لو مثلا في لوس انجلوس كاونتي الليميت 168، فانا ممكن كنت السنه اللي فاتت واللي قبلها اقل من الرقم ده، بس السنه دي مثلا I got a raise او got promoted، فالانكم بتاعي زاد ستارتنج من اول السنه. هل هم هيبصوا على السنتين اللي عدوا ولا هيبصوا على recent year السنه الحاليه اللي انا موجود فيها؟ ده سؤال كويس. هو زي اي لون في الدنيا when we do qualifications بنبص على اخر سنتين انكم، بنبص على الانكم بتاع النهارده. كويس؟ طبعا الانكم النهارده ده بيبقى الاساسي، بس it has to make sense compared للانكم بتاع اخر سنتين. again يا بشوي انا بس عشان انا عارف for the sake of time الانكم ده it's very يعني complex issue، وده كل واحد هيبقى غير الثاني. لان في حاجات انت ممكن تسالها بالنيابه عن حد دلوقتي لما ابص على الورق الاقي حاجه ثانيه خالص. مش عايزين ندي لحد wrong conclusion قبل ما نبص على الورق ونراجع الورق. انا ممكن اسال سؤال صغير كده؟ اقل انكم الواحد ممكن يقدم عليه كام؟ يعني انا مثلا الانكم بتاعي انا ومراتي، هي مراتي بس بتشتغل، بتعمل حوالي 75,000 في السنه. هل ده ممكن اقدم بيه؟ طبعا بدل ما يزيدش الارقام ديت ينفع تقدم بيه. بس طبعا البري ابروفل زي اي لون في الدنيا بشوف الانكم بتاعك كام في الشهر، والمورجج اكسبنس بتاعك بالتاكسز بالانشورنس بكل حاجه بلس اذر ديتس ما تزيدش عن 50% من الجروس مانثلي انكم. فطبعا انت you can qualify بالlower amounts مظبوط، بس that's gonna qualify you for lower اللون. اوكي شكرا. العفو. طيب نروح للسلايدز اللي بعديها.
طيب دلوقتي البروجرام دوت لازم نبقى عارفين الكريدت سكورز. في ناس كتيره بتقول لي انا عندي مشكله في الكريدت والكريدت بتاعي باظ خالص بقى 550. للاسف مش هينفع. 600 للاسف مش هينفع. البروجرام ده سبيسيفيكلي ليه مينيمم كريدت سكور between 680 وانت طالع. يعني في some situation 660 might be considered بس we have to run it by CalHFA directly. بس based على الماتريكس الاونلاين بتاعت CalHFA Dream for All هم قايلين الديت انكم ريشيو اللي نبص عليها لو السكور بتاعك من 680 ل 699 ما تزيدش عن 45%. لو السكور بتاعك اعلى من 700 we can go all the way up to 70%. الدي تي اي او الديت انكم ريشيو بمنتهى البساطه هي بنبص على الهاوزنج اكسبنس بتاعك قد ايه، المورجج بيمنت بتاعتك قد ايه، ونضيف عليها لو عندك كار بيمنت، عندك لون بيمنت، كريدت كار بيمنت، الكلام ده كله لما نضيفه على بعضه ما يزيدش عن 50% من الجروس مانثلي انكم. الجروس مش النت، يعني قبل التاكسز وقبل الديدكشنز كلها. اجين الحاجات دي كلها بنشوف من واحد لواحد. لازم بنبص على الانكم دوكيومنتس، بنبص على الباي ستابس، بنبص على الدبليو 2، بنبص على التاكس ريتيرنز عشان نحدد الحاجات ديت. مش بالسهوله كده الناس تقول انا بعمل كذا فما ينفعش كذا. بس ده it's a good gauge for anyone to know. يعني ما ينفعش واحد يقول لي انا عايز اشتري بيت ب 800,000 بس الديت انكم ريشيو بتاعتي 80%. لا، ده اعرف انك مش qualified for sure. لازم نكون reasonable في الموضوع الدي تي اي او الديت انكم ريشيو. بشوي في اي اسئله عند اي حد في الجزئيه دي before we move forward؟ No, it's clear. جميل خالص. طيب ايه المطلوب مننا غير الانكم؟ دلوقتي انتوا عايزين تكواليفاي، كلمتوني وعملنا بنعمل البري ابروفل. طيب بصينا على الانكم وعملنا كريدت، بصينا على الكريدت، بصينا على كل حاجه وعملت لكم البري ابروفل. جميل. البري ابروفل دوت هشرح لكم بتاخدوه ازاي. بتاخدوا سيرتيفيكت من اللندر، بتروحوا على الويب سايت اللي انا هقول لكم هو ايه بالظبط، وبتقدموا بتملوا فورم بسيطه ما بتاخدش 5 دقائق اونلاين، وبتقدموا الابروفل دوت وتستنوا ايه حظكم في اللوتري في القرعه ديت، ونشوف ايه هيجي لنا هنتقبل ولا لا. كويس. بس برضو لو انتوا اتقبلتوا وانتوا one of the lucky ones اتقبلتوا، لازم عندكم الكالهافه بتديكم 90 يوم، تديكم فاوتشر كده بيقول لكم مبروك انتوا المحظوظين اللي كسبتوا ال 20%. عندك ايه 90 يوم. ال 90 يوم تعملوا فيها ايه؟ تلاقوا بيت وتخشوا اسكرو وريزيرف الفند من اللندر. يعني ايه ريزيرف الفند من اللندر؟ يعني انا اجيب لكم فاينل ابروفل، يعني لازم go through the loan with conditional approval و meet the conditions ونخلص التايتل والاسكرو ويطلع له الانشورنس ونعمل لكم final approval. كويس. before the loan funds you must meet education requirement date اللي هي 8 hours بتاخدوها اونلاين. في ويب سايت هبعته لكم، بتخش تاخدوا اللي هو housing education it's 8 hours و on top of it تاخدوا 1 hour related للبروجرام اللي هو Dream for All، فبتاخدوا total 9 hours of education. كويس. ده مش لازم تعملوه دلوقتي، لما تجيلكم الفاوتشر وتجيلكم الاكسبتنس ممكن تبتدوا تعملوه لان ده بياخد وقت. وبعد ما بتخلصوا الكلاس اونلاين بيعمل لكم زي تيست عليه عشان تعديه ويديك السيرتيفيكت ديت. السيرتيفيكت دي you have to use it when you apply على CalHFA ويب سايت لما يكون معاك الفاوتشر ان شاء الله. اوكي. كان في ناس فاكره ان اللون اوفيسر او الريل استيت ايجنت هو اللي بيقدم لي على البروجرام ده، لكن انت وضحت ان انا اللي بقدم. انا بعمل لكم الابروفال كله، وبعد ما بيجي لنا الابروفال مني ومن اللندر ابروف لندر بنديكم ابروفال سيرتيفيكت. بتخشوا انتوا ويب سايت بتعملوا يوزر نيم اند باسورد، يفيل فورم بتاخد دقيقتين 3 مش بيج ديل، وبتابلود الدوكيومنتس انا بعتها لكم ديت. مش انا عندي سؤال لو سمحت. انا مش سامع معلش، ايه السؤال؟ السؤال اخي انا متقاعد على ديسابيلتي. اوكي. وما عندي انكم يعني كافي. اوكي. الديسابيلتي انكم كان بي كونسيدر فور مورجج، يعني ممكن نستعمله في المورجج. اوكي but it's very low income. ما هو على حسب الانكم ده كام، على حسب انت تبقى كواليفايد للون قد ايه. يعني I have pre-approval from different states
I was gonna buy in Chicago, and the lender gave me like 84,000 only. ما هو بص، هو الابروفل سواء في الستيت هنا او اي ستيت تاني هو واحد. بنبص على الانكم بتاعك قد ايه، والانكم ده بنشوف الاكسبنسز عندك قد ايه، ونشوف بيس على الكريدت والانكم والاكسبنسز اللي عندك انت كواليفاي لكام. فهو طبعا في للاسف في بعض الاحيان مش هتبقى qualified for much in California للاسف يعني. بس هو انا اللي اقصد اقوله البروجرام ده مش different عن any other loan. الحاجه الوحيده المختلفه فيه بدل ما تدفع 20% من جيبك حد بيديها لك دلوقتي بس بتردها بعدين، لكن الابروفل هو صحيح. لا شكرا، بنشوف. العفو. طيب طيب احنا بس معلش هنستأذنكم، انا عارف في ناس كتير ممكن يبقى عندها اسئله، بس عشان وقت الميتنج هيخلص، فاحنا لو حد عنده اسئله تانية ممكن بعد ما نخلص الميتنج ده يكلمني او يكلم تامر، واحنا معاكم في اي وقت، بس عشان نلحق نجو ثرو السلايدز كلها يعني. طيب هو احنا قربنا على العموم. المعلومات الجايه بسيطه خالص دلوقتي. دي احنا اتكلمنا اوريدي في الموضوع دوت. امتى بتدفع الفلوس ال 20% باك ديت؟ انت بتدفعها لما بتيجي تبيع البيت في المستقبل او تعمل اكتر من 1 ريفاينانس. فيرست ريفاينانس الستيت بتقول لك لا مش عايزين الفلوس بتاعتنا هنخليها عندك، بس تعمل سكند ريفاينانس هيقول لك لا رجع لنا فلوسنا بالابريشيشن. في برضو جزئيه مهمه قوي، في انكم ليميتس معينه لو below الميديان افريج انكم ليميت او الميديان انكم بتاع كاونتيز معينه like consider lower income، مش لازم تدفع 20% من الابريشيشن او من المكسب اللي عملته في البيت، ممكن تدفع 15% بس. فالستيت بصراحه يعني عامله واجب كويس قوي مع الناس في الموضوع دوت، بدل ما ياخدوا 20% ياخدوا 15 بس لو الانكم قليل. طبعا احنا بنحدد الكلام ده واحنا بنعمل البري ابروفال او لما بيجي لكم الفاوتشر بعد ما لو اتقبلتوا يعني في اللوتري سيستم. ايه اللي بيديفاين انا لو انكم ولا لا؟ الكاونتي ليميت، كل كاونتي ليها انكم ليميت. if you don't exceed 80% من الميديان انكم limits that's treated as lower income. اوكي، ده نفس الانكم ليميت اللي انت كنت اتكلمت عليه في السلايدز اللي فاتت ولا ده لا رقم مختلف؟ مختلف شويه، ده مختلف شويه. الميديان انكم ليميت ده ملوش علاقه بدريم فور اول، ده ليه علاقه بالكونفنشنال لونز ان جنرال. اوكي، وانت ذكرت ان احنا بنعمل ريفاينانس مره واحده بس في عمر اللون ده من غير ما تبقى مضطر تدفع الفلوس اللي عليك، لكن سكند ريفاينانس طبعا لازم تدفع الفلوس كلها بالابريشيشن. يعني انا خلال ال 30 سنه دي كلها I have only one chance، فرصه واحده بس. لو انا عملت ريفاينانس من غير ما اقعد تضطر 28 سنه جايين بنفس الريت حتى لو الريت نزل النص. مظبوط. اوكي. طيب الابلكيشن بروسيس زي ما قلنا قبل كده it's very easy. الويندوز بتفتح، الستيت بتفتح الويندوز تو اكسبت ابلكيشن منكم يوم 24 فبراير اللي هو الاسبوع الجاي، وبيديكوا لحد 16 مارس تقدموا. خدوا بالكم عشان الموضوع ده بيجي لي كل يوم، مش لما هتقدم 24 فبراير يبقى فرصتك في القبول احسن. انت اللي هيقدم 24 فبراير زي اللي هيقدم 16 مارس مش هتفرق. ما حدش بيبص في اي حاجه في الثلاث اسابيع دولت. بعد ما الويندو بتقفل بتاعت مارش 16 2026 يبتدوا بقى راندوملي قرعه راندوملي بيختاروا الوينرز زي ما بيقولوا. It's a lottery based system. كويس؟ مش first come first serve، لان في ناس كثيره مستعجله. خلصت الابروفال دلوقتي لازم اخلصه دلوقتي، لازم يوم 24 اول واحد اصحى من 5 الصبح اقدم. مش هيفرق 16 24 زي 28 زي 5 مارس زي مارش 10 15 لحد 16 مش هتفرق. It's not first come first serve. انتوا بعد في خلال الوقت ده في الثلاث اسابيع دولت هكون انا عملت البري ابروفال، بعته لكم يجو تو كالهافا ويب سايت، تملوا فورم، ابلود الدوكيومنتس اللي انا بعتها لكم، وهيجي لكم كونفرميشن انت كده دخلت اللوتري سيستم. استنوا بقى ايه؟ استنوا لحد ما نرد عليكم. في ناس المحظوظ هيردوا عليهم بعد مارش 16، ساعات بيردوا عليه باسبوعين 3 4، ما اعرفش الوقت بياخد قد ايه. بيقولوا congratulations you've been accepted ويبعتوا لهم الفاوتشر. الفاوتشر ده زي سيرتيفيكت كده، دي بنروح بقى بيها تدوها لبشوي الريل استيت ايجنت، تقول له يلا بشوي الجدع معانا جيب لنا البيت، احنا كسبنا 20%. كويس؟ وانتوا زي ما بقول لكم عندكم 90 يوم تلاقوا البيت وتخشوا اسكرو ونقفل اللون في خلال 90 يوم. ده وقت كافي قوي 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 انك تدوروا فيه يعني. يعني الناس بتوع السنه اللي فاتت اللي كسبوا يعني ما كانش عندهم مشكله
في الوقت. جميل. احنا سمعنا حاجه السنه اللي فاتت ان في ناس كانت مقدمه، وبعد ما ميعاد الاناونسمنت بتاع النتائج طلع محدش رد عليهم خالص، وفوجئوا بعد فتره طويله بعد 5 أو 6 شهور ان جالهم ايميل او جالهم اناونسمنت ان هم got selected. فدي بتحصل ازاي؟ الناس دي غالبا كانوا على الويتنج ليست. هو دلوقتي في ناس بتتقبل على طول وبتقبل الفاوتشرز، في ناس ظروفها بتتغير او في ناس على الويتنج ليست. ليه؟ لان الناس الابروف دي مش 100% ابروفد، او في ناس ما بتقبلش الابروفال بليف ات اور نوت، يعني ظروفهم بتتغير، بيتنقلوا مكان تاني، بيمشوا اوت اوف ستيت، فهم بيعملوا ويتنج ليست. انا ما اعرفش الويتنج ليست ايه الكرايتيريا بتاعتها بالظبط، I have no idea. بس انت لو على الويتنج ليست عندك always chance يجي لك الفاوتشر بعدين، بس انا ما اسمعش اي حد جاله بعد 5-6 شهور. طب بعرف ازاي ان انا على الويتنج ليست اصلا؟ بيجي لك ايميل منهم. أوكي. انت الاكونت اللي انت بتعمله when you upload the documents، بتعمل اكونت، بتحط الايميل ادرس بتاعك، بيجي لك updates all the time. حتى لما بتتقبل بيبعتوا لك ايميل يقول لك congratulations you've been accepted or selected or we're sending the vouchers يعني. Okay. Yeah, emails is the only way the state is going to communicate مع applicants. اوكي طيب، دي متهيألي احنا اتكلمنا في الموضوع زي كده. دي الستبس اللي انا لسه شارحها دلوقتي. انتوا دلوقتي لا يو ابلاي، تعملوا الستبس كالاتي. اول حاجه بنعمل بري ابروفال. بعد البري ابروفال بنديكم سيرتيفيكت. السيرتيفيكت دي مع البري ابروفال دوكيومنتس يو ابلودد بيفور March 16. كويس؟ once you upload it you wait اللي انت to hear back from them. انت during the registration بتعمل اكونت، تحط الايميل ادرس بتاعك، بيبعتوا لك ابديتس عليه. if you were selected هتسمع منهم وتبتدي تدور على البيت. it's very easy process. اصعب حاجه فيها اللي احنا go through the pre-approval get pre-qualified وبعد كده تقدم. وطبعا الحظ ده اصعب حاجه في الموضوع، اللي انت حظك يبقى كويس وتتقبل. اوكي طيب، في حاجات لازم نبقى عارفينها. الفاندز اللي هي بتتعمل هي ليميتد. الستيت بتبقى حاطه مثلا صندوق في ايا كان الاماونت. ام نوت شور السنه دي عاملين اماونت قد ايه، ودي هيوزعوها على حسب الناس اللي جيت اكسبتد. في ناس جات ابروف للون ب $200,000، في ناس جات ابروف للون ب $700,000 ب $900,000 ايا كان اللون اماونت. فبيست على النمبر اوف ابليكانتس واللونز اللي هي ابروفد randomly approved، ده بيحدد في 1000 واحد كسب ولا 500 واحد كسب ولا 200 واحد كسب ولا 100 واحد كسب. كل واحد على حسب اللي كسبوا دولت او جت سيلكتد اللون اماونت بتاعهم قد ايه. جميل. طيب طبعا دي اي حاجه، اي ستيت بروجرام دي بيحطوها all the time. البروجرام جايد لاينز subject to change. اي حاجه الستيت بتعملها، اي حاجه جفرمنت بتعملها، من حقهم يغيروا جايد لاينز اي وقت من غير ما يعتذروا. يعني مش لازم ياخدوا راينا قبل ما يغيروا جايد لاينز. طيب معلش يا تامر، في حد بيسال ان السلايد اللي فاتت كان فيها من ضمن الدوكيومنتس المطلوبه الباسبورت اي دي، فهل ده بديل ان انا يبقى معايا valid California ID؟ It's a government ID. Government ID can be a passport, can be driver's license, state issued ID, military ID, permanent residence card is treated as ID. اي حاجه من الحاجات ديت, not all of them. Yes, I think Peter بيسأل على حته ان هو لازم يبقى Californian resident. فلو انا معايا باسبورت بس انا مش عايش في كاليفورنيا او بقالي اقل من 12 سنه 12 شهر في كاليفورنيا، فهل هبقى eligible ولا لا؟ لا, you have to prove that you're California residents. I think the easiest way to prove that you're California residents by either your where you're staying, the address where you live, أو تعمل ID أو driver's license California. So sorry to interrupt, but السؤال بتاعي إن أنا moved here almost 8 months now, so less than 12 months. So is that a solid requirement موضوع 12 months ده؟ ولا معايا address معايا US passport but ما عنديش still California ID. So is that a solid requirement, the California ID, or not necessary? بص, هو as of last year كان it's a hard requirement. لازم يكون عندك California ID to prove that انت California residents. البروجرام ده
only California residents only. بس انا I can check for you انا we can follow up معاك بعد الويبينار دوت. احنا بنكلم Dream for All وبنسال الاسئله اللي زي كده. بس انا I think you have to be a California resident. موضوع 12 months دي الدي ام في اللي عاملاها. انا ما اعرفش انت لو رحت للدي ام في بكره الصبح قلت لهم عايز اطلع اي دي، هل هيقول لك اثبت لي ان انت بقالك 12 شهر عايش هنا، ولا هيقول لك بس اديني الكيرنت ادرس بتاعك اللي انت عايش في كاليفورنيا؟ لان جايز الدي ام في يطلعوا لك من غير 12 months. If you have it خلاص I think you should be fine. Okay, thank you. Sure. في اسئله ثانيه على الموضوع دوت؟ تمام. لا سؤال سريع لو سمحت، معلش تحملوني لو سمحتم. أنا عندي لو انكم، بس أنا كمان عندي اللي هو السكشن 8. اوكي. كيف بتنظر للمعاملة هاي على سكشن 8 من يعني صار لي 6 سنوات؟ اوكي. هو سكشن 8 ده الرنت، المكان اللي انت ده البروجرام بتاع الرنتال بروجرام اللي انت معاك. صحيح. طيب وهسه عشان عندي ديسابيليتي فحكوا لي بتقدر انت في اي مكان معين يعني بتقدر ترحل اي مكان او كذا، فهل انا يعني qualify for this program or no؟ No, so section 8 ملوش علاقه خالص، بس هو العامل الاساسي الانكم بتاعك قد ايه وكواليفاي للون قد ايه، ده العامل الاساسي. بس انت مأجر ازاي النهارده سكشن 8 ولا لا؟ انا ما اعتقدش ده هيبقى مشكله. بس انا زي ما جاوبت حضرتك من شويه، هو المشكله لو الانكم هناخد الديسابيلتي انكم بس في كاليفورنيا هيبقى صعب تكواليفاي بيه لتشتري اي بيت، هيبقى صعب قوي، لان هما هيبقى الديت انكم بتاعتك عاليه قوي للون صغير قوي. صحيح. صحيح. انا اسف، انا معلش، انا ما اقصدش طبعا اللي انا ما يعني اديك اجابه انت مش عايز تسمعها، بس في نفس الوقت لازم اقول لك لا عادي عادي والله، انا انسان يعني بتعرف it's open. I've been here in this country 30 years, so I understand. I was young, I was fresh. I bought 2 houses before, and I'm trying to find a house with a little money with my budget. I got qualified, but it didn't go through for some reason. I'm happy where I am now, but for the family in the future, I would love to get a house to have them live after, after I die, that's it. نعم، عندك اسئلتك كلها كويسه جدا جدا جدا، ومتهيألي هي مفيده ليك والناس تانية معانا على الويبينار دوت. بس انا عايز اكد على النقطه دي تامر، لان دي نقطه حلوه ان هي اتذكرت. معنى كده ان لو حد اوريدي مثلا على سيكشن 8 دي مش معناها ان هو هيتقبل او مش هيتقبل، هي مالهاش علاقه. سيكشن 8 ده بروجرام خاص بالرنت، بس as far as you know ده حاجه ثانيه. انا I can confirm this for you يا بشوي. انا as far as I know this is a conventional loan زي اي لون عادي. ما ينفعش نعمل housing discrimination في حاجه. one of the rules for mortgage you cannot discriminate, cannot have housing discrimination. So هو section 8 that's how you rent today. بس say ظروفك اتحسنت، في ناس كتيره بتمر بظروف صعبه في حياتها they have to go through section 8 بس they get out of this kind of hard times, they find a good job, they make higher salary, much higher income. ما حدش يقدر يلوم عشان انت كنت section 8 من كام سنه you're not qualified. If you have the income, if the income meets the qualification guidelines, you're qualified. حتى لو انا ما زلت في سيكشن 8 دلوقتي بس الانكم بتاعي هيجيت كواليفايد I can apply. ما هو انت لو الانكم بتاعك عالي النهارده you cannot be in section 8. هتبقى ازاي يعني؟ يس بس مش لازم يكون عالي قوي. يعني انا لو الانكم بتاعي مخليني eligible لسيكشن 8 بس ده ما زال يقدر يخليني اقدم لو انا اعتقد انا اعتقد that's not a hard requirement. موضوع اللي انت مأجر ازاي النهارده سيكشن 8 او بتاخد assistance، لان خد بالك ستيت ثانيه كتيره فيها different type of assistance. during COVID كان في rental assistance كتيره. مش لازم سيكشن 8 بالخاص، بس دي it should not be an issue في المورجج. بس انا I can check and confirm this information for you. اوكي. طيب again انا كده خلصنا البرزنتيشن.
انا الانفورميشن كونتاكت انفورميشن هتلاقوها على السكرين دلوقتي، بشويه عنده اكسس ليها برضو. لو حسيتوا بيست على المعلومات اللي سمعناها في البرزنتيشن ديت you're interested او you qualify او عندك اسئله تانية، كلمني directly. بشوي has my phone number. وممكن I work with anybody. We still have time for this program. أنا الغرض من الويبينار دوت مش اللي احنا to sell ourselves ان انا اعمل لونز او اجيب. no, it's more education. انتوا لو كان بعض الناس مش عارفه البروجرام ده عباره عن ايه، متهيألي hopefully يعرفوا معلومات زياده بعد ال 30 او ال 40 دقيقه ديت. لو في اسئله اسالوني directly. وانا بتمنى التوفيق ليكم كلكم. احنا كل الناس اللي كانت موجوده معانا على الويبينار هيبعت لهم ايميل بالكونتاكت انفورميشن بتاعتك، ولو عندهم اي اسئله ممكن يريبلاي باك على الايميل ده بالاسئله دي كلها، وهنبقى ننزل فيديوهات تانية نجاوب فيها على الاسئله اللي فاضله. احنا بس ممكن يكون معانا 2 minutes كمان ممكن ناخد فيها شويه اسئله سريعه كده تامر لو وقتك يسمح، ان في ناس raised their hands. أنا معلش مش عايز أضيع وقت الناس، أنا دخلت متأخر في أول 3 دقايق ما لحقتش أسمع ال20%. هل في ماكسيمم للبروبرتي اللي ألاقيها ولا لأ؟ معلش فاتني أول 3 دقايق بس. طيب هو ال 20% هي ليها ماكس للدولارز، يعني 20% دي ما تزيدش عن 150,000. لكن ال 150,000 ديت او ال 20% تشتري بيها بيت ب 600,000 ب 800,000 ب 700,000 ب 500,000. لا، ما فيش ليميتيشن ليها، بس هي يا 20% يا الا 150,000، يعني whatever is lesser or smaller. لو سمحت، لو عايز اعرف ايه هي عيوب البرنامج ده، احنا عرفنا مميزاته، ممكن اعرف ايه هي عيوبه؟ طيب حلو. انا من دي وجهة نظري الشخصية. انا شايف عيبه الوحيد لو انت معاك الفلوس انك تشتري بيت من غير البروجرام دوت، انا شخصيا مش هستعمله، لان انا ده مش حاجة for free، مش حاجة forgivable، مش gift من حد. فانا ليه ادي حد من الابريشيشن بتاع بيتي لو انا عندي الفلوس؟ هو عيبه الاساسي ان انت لازم ترجع الفلوس دي بعد ما تعمل اكتر من 1 ريفاينانس، ولازم ترجعها بالزياده. يعني لازم لو البيت بتاعك القيمته عليت 100,000 200,000 300,000 هتدفع 20% منهم. خد بالك الموضوع ده جايز ما يفرقش مع ناس دلوقتي تشتري بيت وتبيعه بعد سنه، جايز البيت معليش كتير، بس في ناس ممكن تاخد البيت ده ب 700,000 دولار النهارده، بعد 15 20 سنه يبقى ب 3 مليون دولار. فلما تدفع 20% من 3 مليون دولار ده رقم كبير، ده 600,000 دولار. يعني على حسب طبعا 20% من الابريشيشن. فده اللي انا اقصد اقوله، ده عيبه الاساسي بالنسبه لي، ده وجهه نظري. في ناس كتيره ما تشوفش ده عيب، بس ده وجهه نظري الشخصيه. تمام. شكرا. حد تاني عنده سؤال؟ من فضلك سؤال. إذا فرضاً نحن eligible وحضرتك اللي جبت لنا البري ابروفل وعطيتني الدوكيمنت، التزامي معك كيف؟ وحصراً لازم حضرتك اللي تجيب اللون تشرح لي هالفكرة. يعني إذا أنا عم بشتغل معكم كتيم وجبتوا لي البري ابروفل، حصراً لازم من خلالكم آخذ اللون واشتري البيت؟ طيب هو انا بصراحه ده سؤال جديد ما عداش عليا قبل كده. هو انت لما بنعمل لك البري ابروفل that doesn't mean anything، لان لازم تجيت سيلكتد. سي انت قدمتي وجالك ال 20%. انا مش متاكد، لان انا بصراحه ما حدش اشتغل معايا وجاب الفاوتشر عن طريق اللندر بتاعي ورجع قال انا هشتغل مع لندر تاني. هو خدي بالك من حاجتين، اللندر التاني ده لازم يكون G for all approved lender، ما ينفعش اي لندر يعجبك. دي نمره واحد. نمره اتنين، انا ما شفتهاش فانا مش عارف اجاوبك، ما حصلتش معايا بصراحه. عاده اللي بيجو ثرو ذا بري ابروفال وبيجو ثرو ذا بيتس وعندنا اللندر اوريدي سكيور ذا فاندز، ما لقيناش حد بيروح مع لندر تاني. وفي حاجه مهمه قوي 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 مهمه اللي انت سالتيه، خدي بالك كال هاف ا دريم فور اول ما فيهوش لندر اشطر من لندر غير في البري ابروفال. يعني في لندر مش شاطر قوي ممكن يقول لك انت مش كواليفايد، ممكن تشتغلي مع لندر تاني اشطر يقول لك انت كواليفايد وتطلعي كواليفايد. لكن وانس الفاوتشر بيجي لك كل اللندرز they sell the same exact interest rates، لان كالهافا بتحط الريتس اللي هي approves on a daily basis،
واي حد كسب مع اي لندر في كاليفورنيا they must go with this interest rate. ما فيش فرق، مش هينفع تاخدي interest rate لك الهاف دريم فور اول مني اقل من حد تاني او حد تاني اقل مني، ما ينفعش. اوكي ثانك يو. You're welcome. يعني ده بيبقى انترست ريت ملهوش علاقه بالماركت ماشي ازاي، هو ده ثابت لكل الليندرز. مظبوط. وتقريبا الفيز تقريبا almost متشابهه خالص between lender to lender، almost متشابهه. وطبعا التايتل والاسكرو ديت فيز اللي هي الثيرد بارتي فيز مالهاش علاقه باللون اصلا، دي ليها علاقه بالتايتل والاسكرو كمباني. اوكي. في سؤال تاني كان اتسال ان هل انا ممكن اغير اللون اوفيسر اللي شغال معايا لو انا مش مرتاح معاه بعد كده ولا؟ طبعا ممكن تشتغل مع اي حد، بس ميك شور اللون اوفيسر اللي تشتغل معاه يكون approved او عنده access to approved lender. Dream for all approved lender. That's yeah, free country. You can work with anyone. اوكي. سؤال كمان، هل البروجرام ده ليه علاقه بالستاتس بتاعتي الاميجريشن ستاتس؟ يعني هل انا لازم اكون يو اس citizen، اكون جرين كارد هولدر، ولا it doesn't matter? Great question. No, بص this is a conventional loan as far as I know as of today، لان طبعا الرولز دي بتتغير كل يوم. As of today no، لو انت حتى عندك work permit مش green card holder ولا US citizen you still can qualify and apply. اوكي كويس قوي. بس خد بالكم الرولز دي بتتغير on a regular basis. من 3-4 شهور او maybe late last year حصلت rules in ال FHA loan you have to be only green card holder or US citizen. You cannot do it with a work permit based on asylum cases for example. وخدوا بالكم الwork permit ده بيبقى فيه كود معين. If it's asylum based بيبقى C08، لو مثلا له علاقه ب long term visa like sponsorship H1B، كل واحد ليه كود غير الثاني وكل واحد gets treated differently. بس انا I know one of the most common work permits هنا اللي هو C08 as of now it's approved في البروجرام دوت. اوكي طيب سؤال اخير عشان خاطر احنا الوقت خلاص بيخلص. انت كلون اوفيسر وكالندر لغايه دلوقتي شايف اكيد في ناس كتيره تواصلت معاك وحاولت ان هي تبدا البروسيس او الاجراءات بتاعه التقديم، وانا برضه هقول رايي الشخصي في الاخر في الحته ديت. فانت شايف ان انا كشخص بقدم فرصتي قد ايه في البروجرام ده؟ هل انا عندي فرصه كويسه ان انا ممكن اكسب فيه ويستاهل ان انا استنى، ولا ايه رايك؟ لا انا ما اعرفش طبعا لان اتس ا لوتري سيستم، اتس لايك بيختاروا راندوملي، فانا ما اعرفش فرصتك قد ايه. I wish I can quantify it. بس انا اللي بقوله حاجه، لو اي حد this is based on last 2 years experiences by the way، في ناس كتيره regretted الموضوع دوت. اللي عنده فرصه يشتري لوحده حتى ب 3% داون بيمنت، ب 5% داون بيمنت، ب 7% داون بيمنت، وعنده الفلوس وعنده في بيت لقطه بسعره كويس، ما تستناش لحد شهر 4 أو 5 لحد ما تسمع البروجرام ده، لان غالبا باي ذا تايم انت هتشتري هتلاقي ثمن البيت اللي انت كان عندك فرصه تشتريه غلي وهتدفع فيه فلوس اكتر. ده رايي الشخصي. يعني البروجرام ده جميل جدا 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 لاي حد only qualified ليه، يعني مش هينفع تشتري بيت من غيره. لكن انت if you're qualified تشتري بلور داون بيمنت من حسابك وعندك بيت لقطه ووقت كويس وسعر كويس مكان كويس، don't miss on this opportunity لان هتندم. في ناس كتيره ندمت السنه اللي فاتت، لان ناس كتيره انا قدموا معايا ناس كتيره قوي، واحد بس اللي كسب، يعني واحده بس اللي كسبت، بقيه الناس ما كسبوش. بعض الناس دي كان عندهم فرص يشتروا في اول السنه في يناير وفبراير ومارس بيوت لقط اسعارها كويسه، لان الوقت ده بيبقى احسن اسعار فيه قبل ما السمر بيجي والاسعار تعلى. للاسف ما استنوا ودي مست. يس، وعايز اقول حاجه تانية اضيفها في الموضوع ده بحكم الريل استيت، ان ناس كتيره فعلا زي ما انت بتقول دلوقتي كانت معطله قرار ان هي تشتري بيت بسبب ان هي مستنيه تشوف البروجرام ده هتكسبه ولا لا. فبالتالي ده شويه مش عايز اقول قلل الكومبيتيشن، بس خلى الماركت نسبيا هادي شويه في بعض السيتيز وفي بعض الكاونتيز، مش في كل المناطق. مثلا اورنج كاونتي ستيل از ا فيري هوت ماركت وفي كومبيتيشن عاليه جدا، بس في بعض الماركتس ثانيه الدنيا بدات تهدى فيها شويه. فاي ثينك ان انت زي ما انت بتقول لو حد معاه الكاش بتاع الداون بيمنت وفعلا عنده الاليجيبيليتي ان هو يقدر يشتري بيت لوحده بكونفنشنال لون او اف اتش اي لون او وات ايفر، دي فرصه كويسه قوي ان خلال الشهر ونص ده يلحق
والماركت هادي شويه والمنافسه قليله شويه، لان كل الناس اللي عايزه تشتري بيت ومعطله نفسها لغايه ما تشوف نتيجه البروجرام ده، وانس ان البروجرام يخلص ويعلنوا نتيجه سواء كسبوا او ما كسبوش، هتلاقي الناس اللي مستنيه دي كلها نزلت على الماركت بكميه كبيره. واحنا مشكلتنا في كاليفورنيا مش انترست ريت ولا مشكلتنا اي حاجه خالص، احنا مشكلتنا حاجه واحده بس، هي الليميتد انفنتوري، او ان مفيش بيوت جديده او كتيره كفايه موجوده في الماركت. فنصيحتي الشخصيه لاي حد فعلا ناوي يشتري بيت، ما تستناش لغايه شهر 4 لو انت اوريدي معاك الفند الكفايه انك تقدر تاخد كونفنشنال او اف اتش اي لون. I agree 100% معاك يا بشوي. Okay. Thank you so much تامر. Thank you for your time. Thank you لكل الناس اللي كانت موجودة معانا النهاردة. أنا بشكر الناس كلها. أنا عارف إن ممكن في أسئلة تانية كتير هتبقى موجودة، بس إحنا فعلا يعني طولنا قوي في الوقت، وأنا مش عايز أعطل الناس، أكيد كل واحد عنده بلان بتاعته. فإحنا حابين لو عندكم أي أسئلة تانية، إحنا زي ما قلت من شوية هبعت لكم إيميل كلكم بالبيانات بتاعت تامر، ولو عندكم أي أسئلة ابعتوها لنا تاني، وإن شاء الله نعمل الموضوع ده أكتر من مرة. شكرا ليكم مرة تانية.